السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يسعى النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب إلى تدعيم صفوف الفريق قبل كأس العالم للأندية، لكن السؤال الأبرز: هل سيتمكن الفريق من إبرام الصفقات المطلوبة في الوقت المناسب؟ في ظل طلب المدير الفني مارسيل كولر تعزيز بعض المراكز، يبدو أن الإدارة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة دون الإخلال بالتوازن المالي. وفي تطور مفاجئ، عاد ملف أكرم توفيق إلى الواجهة مجدداً. رغم الشائعات عن توقيعه للشمال القطري، فإن اللاعب يرغب في البقاء والمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية. هل سيستطيع الأهلي الاحتفاظ به وسط هذه التكهنات؟ حتى الآن لا يوجد بيان رسمي من النادي بشأن موقفه النهائي. مع اقتراب مباراة القمة أمام الزمالك، يواجه طاهر محمد طاهر تحديا كبيرا للعودة إلى القائمة بعد غياب طويل. يبدو أن المدرب كولر متردد في الدفع به مباشرة في مباراة بهذه الأهمية، فهل يمكن أن يؤثر هذا القرار على مستقبل اللاعب مع الفريق؟ مارسيل كولر يجد نفسه أمام معضلة دفاعية جديدة، حيث لم يحسم بعد قراره بشأن إشراك مصطفى العش أو أشرف داري بجانب رامي ربيعة. داري عاد مؤخرا للمشاركة، بينما غاب العش عن اللقاء السابق بسبب الإيقاف. فهل يختار المدرب عنصر الخبرة أم يغامر بإشراك العش بعد عودته؟ في خطوة قد تحدث ضجة كبيرة، تلقى الأهلي عرضا رسميا من نادي الخلود السعودي لشراء النجم المالي اليو ديانغ. النادي السعودي يرى فيه إضافة قوية، لكن إدارة الأهلي لم تحسم قرارها بعد، حيث تسعى للحفاظ على اللاعب حتى انتهاء كأس العالم للأندية. إذا جاء عرض مالي مغرٍ، فهل يقرر الأهلي بيعه أم يتمسك به لمواصلة المنافسة القارية؟ قبل لقاء القمة، دخل الأهلي في سباق التعاقد مع نجم الزمالك أحمد سيد زيزو بعرض مالي ضخم قد يكون الأكبر في تاريخ الكرة المصرية، لكن الصفقة تظل محاطة بالغموض، إذ يبقى القرار النهائي في يد اللاعب وعائلته. هل نرى زيزو بالقميص الأحمر قريباً أم يظل وفياً لناديه الزمالك؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة الحاسمة. جاء تألق أحمد رضا هاشم الوافد الجديد إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليشعل المنافسة بشكل كبير في خط وسط الفريق. تألق هاشم بشكل مميز في لقاء الإسماعيلي، حيث أظهر قدرة كبيرة في الربط بين الخطوط وسجل هدفاً ضمن الرباعية الحمراء في مرمى الإسماعيلي، مما جعل منه أحد أبرز نجوم اللقاء. كتب عمرو الساعي عبر حسابه على إنستغرام: هتعافر ومش هتلاقي نتائج لسعيك، ثم تصاب بالإحباط، ثم تستمر في السعي، ثم يعوضك الله، في إشارة واضحة إلى صعوبة المنافسة داخل الفريق. الساعي لم يشارك في آخر 3 مباريات أمام بتروجيت وغزل المحلة والإسماعيلي، بينما كانت آخر مشاركة له في لقاء مودرن سبورت، حيث دخل بديلا في الدقيقة 65 وكان قريبا من تسجيل هدف لولا العارضة. حرص محمد شوقي مدير الكرة في الأهلي على التواصل مع الساعي في الساعات الماضية، مطالبا إياه بمزيد من التطور والمنافسة القوية لاستعادة مكانه في التشكيل الأساسي. الساعي انتقل إلى الأهلي في بداية الموسم قادما من الإسماعيلي في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه، متفوقا على الزمالك وبيراميدز اللذين كانا يرغبان في ضمه. ختاما، كان أحمد رضا هاشم من أبرز نجوم الأهلي في مواجهة الإسماعيلي الأخيرة، حيث تألق بجانب إمام عاشور ومروان عطية، مما يضيف قوة إضافية إلى خط الوسط ويعزز خيارات المدرب كولر.